تعالي أقولك إزاي نعمل لوجو بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنحمل برنامج كانفا من جوجل بلاي. هنكتب في شريط البحث كلمة لوجو. هنعمل لوجو من قوالب جاهزة موجودة في البرنامج. هيظهر قوالب لوجوهات كتيرة جدا، هنختار منها ونعدل عليها. هنلاحظ إن في بعض اللوجوهات مكتوب جنبها كلمة برو، ده معناه إن هي موجودة في النسخة المدفوعة. هنختار لوجو تاني يكون متاح في النسخة المجانية. هختار اللوجو ده. أول حاجة هنلاحظها في اللوجو اللي معانا ده إن هو بيتكون من 4 حاجات أو 4 طبقات: اسم البراند، والإطار، اسم البراند اللي تحت طبيعته بيشتغلوا ايه، وكمان الخلفية اللي ورا اللي هي السودة دي برضو بنقدر نتحكم فيها. بمعنى عندنا 4 حاجات ممكن نتحكم فيهم ونغيرهم زي ما احنا عايزين بالالوان اللي احنا عايزينها. هنبدأ نغير الاسم والخط، وهنختار من الشريط اللي تحت كلمة تعديل. ممكن نتحكم في حجم الخط ونوعه. في خطوط كتيرة موجودة، انا هختار الخط ده، ده عاجبني اكتر. وبنفس الطريقة هنغير الاسم اللي تحت كمان، وهنضغط برضو على تعديل وهنكتب الاسم اللي احنا عايزينه. فاضل كده نغير الوان الخط والاطار او نحط اطار تاني خالص. كل ده هنعرفه في الجزء الجاي. وبس كده، ده كان شرح سريع كبداية لسلسلة فيديوهات عن تطبيق كانفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت عشان يوصلكم كل جديد.